فيلمنا بيبدأ سنة 1996 مع جاك وهو بيجري على البحر، وبيلاقي لعبة على الشط اسمها جومانجي، فبيروح علشان يديها لابنه أليكس اللي بيفتحها وبيقول له إن مفيش حد بقى يلعب اللعب دي اليومين دول، وبيركنها على الرف علشان يكمل لعبة على الكمبيوتر بتاعه. وبيجي نص الليل وبنشوف أليكس نايم وبيصحى على ضوء أخضر قوي بيختفي أول ما بيفتح عينيه، وبيفتح لعبة جومانجي فبيلاقي شريط فيديو عليه اسم اللعبة وبيجرب يلعبها، وبنشوف نفس الضوء الأخضر جاي من أوضته. وبتعدي السنين وبنوصل لوقتنا الحاضر، وبنشوف سبنسر اللي بيساعد صاحبه فريدجي في واجباته ومقالات المدرسة، وبيتقابلوا قدام بيت بيسموه البيت المخيف، وبيكون بيت أليكس بس بعد 20 سنة. بعدها بيروحوا المدرسة وبنشوفهم في الملعب في حصة الرياضة، وبنشوف زمايل سبنسر منهم مارسا اللي بتتعاقب انها تروح الحجر المدرسي بسبب انها دخلت في مشادة مع المدربة، وبيكتشفوا غش سبنسر في تقارير وواجبات فريدجي فبيتعاقبوا هم كمان. وبنشوف معاهم بيساني اللي كانت ماسكة الموبايل في الفصل، وبيتجمعوا كلهم في المخزن وبيطلبوا منهم تنظيفه كنوع من العقاب ليهم. لكن وسط ما هم شغالين بيكتشفوا جهاز ألعاب فيديو قديم في شريط اسمه جومانجي، وبيحاولوا يشغلوه على التلفزيون اللي عندهم، وبتشتغل فعلا وبيحاولوا يختاروا شخصيات، بس بنشوف ان شخصية الطيار الوحيدة اللي مش شغالة، وكل واحد بيختار شخصية في اللعبة. وبتبدأ اللعبة لكن فجأة الجهاز بيطلع لون أخضر وبيبدأ يزيد ويزيد، وبيحاول سبنسر يفصله من الكهرباء لكن مش بيفصل وبيفضل يزيد لحد ما بنشوف ان اجسامهم ابتدت تختفي ناحية الجهاز، لحد ما بيختفوا كلهم من المخزن. وبيظهر سبنسر في هيئة الشخصية اللي اختارها، وهي شخصية دكتور بيرمستون. وبيفضل سبنسر مستغرب هو ليه صوته متغير وليه ما عندوش شعر وجسمه اتغير، وبيفضل كده لحد ما يشوف 3 اترموا قدامه ومش عارفين هم فين. وبيخمن سبنسر ان الراجل القصير اللي قدامه هو فريدجي صاحبه، وبيقول له انه تقريبا دخلوا جوه اللعبة، وكل واحد ظهر في شكل الشخصية اللي اختارها قبل ما الجهاز يسحبهم. وده اللي خلى فريدجي يظهر بشخصية دكتور فرانكلين، ومارسا بشخصية روبي المستكشفة وخبيرة الدفاع عن النفس. اما بيساني فهي اختارت شخصية دكتور شيلي لانها كانت فاكرة ان شيلي ده واحدة ست، وبتجري شيلي ناحية المية علشان تشوف شكلها، فبتشوف صورة راجل كبير بدقن فبتتفزع. وبياخدوا بالهم ان كلهم عندهم وشم على شكل 3 خطوط، ومحدش بيكون فاهم الوشم ده معناه ايه، وبيتخانقوا كلهم علشان اتحبسوا في اللعبة. وفجأة بيطلع فرس النهر من المية وبياكل شيلي وبيموت قدامهم، ولكن بعدها بشوية بيشوفوا شيلي واقع من السماء ولسه عايش، والوشم بتاع الخطوط اللي على ايده ناقص. وبيبدأ فرانكلين يشرح قوة فرس النهر وكأنه عنده خبرة في الحيوانات، فبيستغرب لانه في الطبيعي ما يعرفش المعلومات دي. وبيشرح له بريمستون ان شخصية فرانكلين اللي اختارها دي تكون خبيرة في علم الحيوان وعارف كل المعلومات عن اي حيوان، لكن دي شخصيته في اللعبة. وبيلاقوا ان فرس النهر لسه بيطاردهم، وبيهربوا منه لحد ما بيلاقوا واحد بيقف بعربية قدامهم، فبيركبوا معاه بسرعة. وبيعرف نفسه ان اسمه نايجل، وبيبدأ يتكلم عن كل واحد فيهم، وبيقول ان دكتور بيرمستون عالم الآثار الشهير والمستكشف الدولي المعروف بشجاعته وقوته، وانه روبي قاتلة الرجال وخبيرة الفنون القتالية والدفاع عن النفس، وإن شيلي بروفيسور علم الخرايط، وفرانكلين عالم الحيوانات. وبيفضل يعيد الكلام ورا بعضه لحد ما بيفهم بيرمستون ان نايجل شخصية فرعية متبرمجة انها تعرفهم دور كل واحد فيهم ومهمتهم اللي هي رفع اللعن عن الغابة، وان كل المعلومات اللي هيحتاجوها مكتوبة في رسالة مع دكتور بيرمستون. وبتظهر الرسالة فجأة في ايد بيرمستون فعلا، وبيبدأ يقراها. بتحكي الرسالة عن دكتور راسل اللي بيبحث عن تمثال النمر الأسطوري اللي فيه جوهرة النمر، لحد ما لقى التمثال وفيه الجوهرة، وبدل ما يعمل عليه الأبحاث اللي كان عايزها قرر إنه يسرقها، لكن سيطرت عليه قوى الظلام وقدر يتحكم في كل الغابة، فقرر نايجل يسرقها منه وبيديها لبيرمستون في ايده، وبيقول له ان مهمتهم هتكون انهم يرجعوها تاني لتمثال النمر الاسطوري وينادوا باسم اللعبة بصوت عالي علشان يقدروا يخرجوا منها ويرجعوا لحياتهم. وبيديهم خريطة للسوق اللي هيبدأوا منه تدوير على الجزء المفقود، وبيسيبهم ويمشي. ولان فرانكلين هو الوحيد اللي بشنطة الظهر فبيديله بيرمستون الجوهرة يشيلها فيها، وبيبص في الخريطة اللي معاه بيلاقيها مقطوعة، وبيفهموا ان الجزء المفقود هو اللي هيدلهم لتمثال النمر واللي هيلاقوها في السوق. فبيبص بيرمستون في الجزء اللي في ايده وبيقلبه شمال ويمين لكنها فاضية،
بس لما بص شيلي قال له ازاي دي واضحة قدامي والطريق باين. فبيفهموا ان شيلي هو الوحيد اللي يقدر يشوف الخريطة لانه عالم خرايط. وبيحاول بيرمستون يدور على موبايله وبيدوس على صدره، فبيشوف قايمة ظهرت في الهواء مكتوب فيها نقاط القوة والضعف بتاعته، وبتبقى نقاط قوته الشجاعة والسرعة والتسلق، وما بيكونش عنده نقط ضعف. وبتجرب روبي تطلع القايمة وبتلاقي إنها عندها خبرة في جميع أنواع القتال، ومنهم نوع اسمه القتال أثناء الرأس، ونقطة ضعفها هي السم. أما بالنسبة لتشيلي فبيكون خبير في علوم كتير لكنه ما بيتحملش التعب، وبيتعصب فرانكلين لأن من نقط ضعفه الكيك والسرعة والقوة، وما بيفهمش دول نقط ضعف إزاي أصلا، وبيحقد على بيرمستون علشان ما عندهوش نقط ضعف. وأول ما بيحددوا هيتحركوا إزاي بيلاقوا صاروخ اتضرب عليهم من رجالة راسل وبيبدأوا يطاردوهم. وبيطلع فرانكلين من شنطته القوس الخشبي اللي من نقط قوة بيرمستون وبيديهوله علشان يرميها على رجالة راسل، لكن مش بيصيبهم وبيكملوا جري ناحيتهم. بس القوس بيلف في الهواء وبيرجع يخلص على جزء من رجالة راسل اللي بتطاردهم، وبيضطر بيرمستون يشيل فرانكلين على ظهره لأنه بطيء جدا لحد ما بيوصلوا لحافة جبل وبينطوا في المية علشان يفلتوا منهم. وبعد ما بيطلعوا من المية بتكون روبي اتصابت برصاصة قبل ما تنط وبتختفي من قدامهم، وبيفتكروا انها ماتت لكنها بتنزل من السماء على دماغ فرانكلين. وبيفهم بيرمستون ان الوشم الموجود على ايديهم ده فرص حياتهم، وان لكل واحد 3 فرص، ولو خلصوا احتمال يموتوا للأبد وما يطلعوش من اللعبة. بيكملوا مشوارهم لغاية ما وصلوا للسوق، وبيشوف تشيلي عيش مخبوز وبيعجبه طعمه، وفرانكلين كان جعان جدا فأكل حتة منه وسأل الخباز عن مكوناته، فبيقول له ان ده اشهر كيك في السوق كله وان هو اللي بيصنعه. بيتصدموا كلهم لانهم عارفين نقطة ضعف فرانكلين هي الكيك، وبيفضلوا مستنيين اللي هيحصل لفرانكلين لحد ما بيهدوا كلهم على امل ان مش هيحصل حاجة. ولكن بينفجر قدامهم فرانكلين زي القنبلة وبيقع تاني من السماء وبيخسر فرصة من فرصه. بيجي طفل بيقول لبيرمستون يجي وراه، وفي نفس الوقت بيكون في طائر بيراقبهم. بيوصلهم الطفل لسلة فيها تعبان وبيقول لهم ان اللي عايزينه موجود جوه السلة دي ولازم يثقوا في بعض علشان يوصلوا للي هم عايزينه. واول ما بيفتح بيرمستون السلة بتظهر المانبا السوداء اخطر انواع التعابين، فبيغطيها تاني بسرعة وبيحاولوا انهم يثقوا في بعض ويستعدوا علشان ينفذوا كلام الطفل. واول ما السلة بتتفتح تاني بتهجم الافعى على روبي، وقبل ما تلدغها بيمسكها بيرمستون وبيروح فرانكلين ناحية التعبان وبيقول لهم يثقوا فيه، وبيقدر انه يكسر انياب التعبان وينقذهم من السم، وبيسيبوا التعبان علشان يقدروا يوصلوا لمحتويات السلة. وبتلاقي تشيلي ورقة ملفوفة فيها تمثال صغير مكتوب فيها أول ما تشوفوا الفيل ابدأوا التسلق. بعدها بيكملوا لف السوق علشان يشوفوا الفيل، بس بيلاقوا رجالة راسل وصلت فبيحاولوا يهربوا منهم، وبيرمستون بيضرب منهم شوية وبيلاقي راسل ورجالته في وشه وبيهددوهم بالسلاح. وقبل ما يضربوا عليهم نار بتترمي قنبلة دخان، وواحد اسمه ماك بيساعدهم على الهرب وبينزلهم في الأنفاق كأنه حافظها وخبير فيها من زمان، وبيبدأ يخليهم يعدوا كل الأفخاخ الموجودة في الأنفاق علشان يوصلوا للمكان اللي عايزينه. وبيسألوا بيرمستون لو كان هو الطيار اللي حاولوا يختاروه في بداية اللعبة ولا لأ، لأن معنى كده إنه شخصية حقيقية زيهم وحصل له نفس اللي حصل لهم ودخل اللعبة غصب عنه، أو مجرد شخصية متبرمجة عادي في اللعبة. وبعد ما خرجوا من النفق لقوا نفسهم في نص الغابة وبيحكوا له على كل اللي حصل لهم وهم قاعدين في الكوخ بتاعه، وبيقول لهم إنه بقاله شهور في اللعبة مش عارف يعدي مرحلة صعبة ومش عارف يكسب، واستسلم في المحاولة لما خسر فرصتين حياة، وعرف إنه مستحيل يكسب اللعبة لوحده، وإنه خسر روح قدام المانبا بسبب إنه فشل يتعامل معاها. وبيقول لهم شيلي إن أكيد ماك هو الجزء المفقود واللي هيساعدهم في المرحلة الجاية، وبيروحوا وراه علشان يساعدهم في المطلوب منهم دلوقتي، واللي كان اقتحام مخزن فيه طيارة هتساعدهم في الوصول لتمثال النمر الأسطوري اللي هم عايزينه. وبيلجأوا الروبي علشان تشتت انتباه الحراس، وبيعلمها تشيلي ازاي تجذب انتباههم زي ما كانت بتعمل في المدرسة، وبيكونوا كلهم مستنيينها تروح تجذب انتباه الحراس. وبيقول لهم ماك انها هتنجح لانها جميلة كده وشبه ممثلة في سنة 1996، وده بيلفت انتباه بيرمستون وبيخليه يشك في حاجة. فبيسأل ماك عن السنة اللي هو فاكر انه فيها، فبيقول له ماك مش احنا في سنة 1996؟ فبيفهم بيرمستون وفرانكلين ان ماك هو أليكس اللي اختفى من البيت المهجور اللي في مدينتهم، وان بقاله اكتر من 20 سنة في اللعبة وما حسش بالوقت. وبيقولوا له ما يقلقش وانهم هيساعدوه يخرج من اللعبة، وبيكون أليكس مصدوم من كلامهم
بنشوف روبي وهي بتغري الحراس، ولكنها بتفشل وبتلاقي قدامها كاسيت، فبتشغله وبتبتدي ترقص قدامهم، وبعدين بتضربهم وبتخلص عليهم كلهم. بيكون الباقيين دخلوا من الباب الخلفي للمخزن وبياخدوا الطيارة قبل ما يتقبض عليهم، لكن بيتضرب عليهم نار وصواريخ، ومن كتر الضرب الطيارة بتتصاب وبيفقد ماك السيطرة عليها، وقبل ما تقع بيقدر ماك يتحكم فيها مؤقتا، وبيقول لهم انه لازم حد يطلع يثبت الحديدة اللي بيتحكم من خلالها في اتجاهات الطيارة قبل ما الطيارة تقع بيهم. بيبص شيلي وراه وبيلاقي ان في قطيع من وحيد القرن بيجري ناحيتهم، يعني لو ما ماتوش من انفجار الطيارة هيموتوا من وحيد القرن، يعني كده ميتين وكده ميتين. فبيضطر بيرمستون يطلع يثبت الحديدة بنفسه قبل ما القطيع يقضي عليهم أو ينفجروا، وبينجح إنه يصلح الطيارة. ولكن أثناء ما كانت الطيارة بتميل وقعت الجوهرة من شنطة فرانكلين، فبيرجعوها له تاني. بيدوروا عليها وبيلاقوا إن القطيع بيحميها، وبيبص بيرمستون على إيد فرانكلين وبيشوف إن لسه عنده فرصتين للنجاة، فبيرميه من الطيارة للقطيع علشان يجري وراه وينزل هو يجيب الجوهرة، وبيدوس القطيع على فرانكلين وبيقتله. وبيفضلوا مستنيين فرانكلين وهو نازل من السماء، وبيقدر بيرمستون انه يلحقه. وبعد ما بتهبط الطيارة بيفكروا في المرحلة الجديدة، لكن بتيجي ناموسة وبتقرص ماك اللي من نقط ضعفه الناموس، وبيقع قدامهم، وبتبدأ فرصة حياته الأخيرة تختفي من على إيده. وبيبدأ تشيلي يعمل له تنفس صناعي، لكن بتختفي من عنده هو فرصة، وكأن بيديله فرصة من بتوعه. وبيكمل شيلي في التنفس الصناعي لحد ما بيفوق أليكس فعلا بعد ما خد فرصة من فرص شيلي في الحياة. وبيكملوا بحث عن تمثال النمر وبيلاقوه أخيرا، لكن نفس الطائر كان بيراقبهم. وبيوصلوا منطقة اسمها المدافعين، وبيكون قدامهم ممر يمشوا فيه علشان يوصلوا للتمثال. وأول ما بيرمستون بيمسك الجوهرة الممر كله بينور لهم، وبيشوفوا تمثال فيل قدامهم، وبيفتكروا الكلام اللي كان في الورقة إن أول ما يشوفوا تمثال الفيل يبدأوا التسلق. فبيفهم بيرمستون إنهم لازم يعدوا الممر عن طريق تسلق الأشجار، لكنه بيقع من على الشجر وبياكلوا النمور اللي في الممر، وبيخسر فرصة حياة تانية وبينزل من السماء. وبيبدأوا يخططوا هيعدوا إزاي، ورجالة راسل كانت بتقرب منهم، فبيتفرقوا في الغابة علشان يشتتوا انتباههم. وبيقدر بيرمستون ياخد موتوسيكل من بتوع رجالة راسل وبيجري ناحية التمثال بعيد عن النمور، لكنه بيشوف راسل واخد شيلي كرهينة وبيهدده بقتله لأنه ما عندوش غير فرصة واحدة للنجاة. ولكن بيجي فرانكلين وهو راكب فيل كبير بيتحكم فيه وهو ماسك الجوهرة، وبيخوف النمور وبيخليهم يهربوا. بيحاول شيلي انه يضرب راسل لحد ما طلقة بتتضرب ناحية الفيل، وبيتهز الفيل والجوهرة بتقع من ايد فرانكلين. وبتقول مارسل بيرمستون يبدأ تسلق التمثال وهي هتتصرف وهتجيب له الجوهرة، وبتطلع ناحية الجوهرة اللي كانت وسط تعابين كتير، فبتروح تاخد الجوهرة. وقبل ما راسل يقرب منها بتقول له ان نقطة ضعفها السم، فبيطلع تعبان بيعضها وبتختفي من قدامه ومعاها الجوهرة، وبتنزل من السماء وبتحدف الجوهرة لبيرمستون اللي واقف على قمة تمثال النمر الأسطوري، وبيحط الجوهرة في مكانها لكن ما بيحصلش حاجة، وده لأنهم نسيوا ينادوا باسم اللعبة. فبينادوا كلهم بصوت واحد جومانجي، وبينجحوا يكسبوا اللعبة وينقذوا نفسهم. وبيختفي راسل ورجالته للأبد، وبيجي لهم نايجل يهنيهم بنجاحهم في إزالة اللعنة، وبيسلم على ماك وبيختفي من اللعبة وبيودعهم كلهم واحد ورا التاني. وبنشوفهم الأربعة بيتجمعوا تاني في مخزن المدرسة، وبعدها بيروحوا بيت أليكس يطمنوا عليه، بس بيتفاجئوا لما بيلاقوا بيت جميل قدامهم مكان البيت المخيف اللي هم عارفينه. وبيلاقوا واحد نازل من عربية، وأول ما بيشوفهم بيفتكرهم وبيتعرف عليهم كلهم واحد واحد كأنه شافهم من زمان قوي. وبنفهم ان الشخص ده يبقى أليكس، وان اللعبة رجعته لسنة 1996 الزمن اللي اختفى فيه. في ال20 سنة دول كان اتجوز وخلف وكبر، ومع ذلك منسيش الناس اللي كانوا معاه وكانوا السبب في إنقاذه، وبيقول لهم انه بسببهم عاش حياته وخلف بنت اسمها بيثاني، وبيسلموا كلهم عليه. بنشوفهم بعد كده بيتجمعوا كلهم في المدرسة وبيبدأوا يبقوا صحاب، وأخيرا بيعترف سبنسر لمارسا بحبه ليها بعد ما كان مكسوف وخايف يعبر لها عن حبه. بنشوف برضو إنهم قرروا يكسروا اللعبة علشان ما تقعش في إيد أي حد تاني ويقع فيها زي ما هم وقعوا فيها. بكده يكون خلص فيلمنا النهاردة، بنتمنى يكون نال إعجابكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير للفيديو، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه الفيلم اللي حابين نقدمه المرة الجاية.